أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، قيادات المؤتمر الشعبي العام، ونحن في هذا اللقاء التشاوري، فلا بد أن نقف أمام محطات محددة. أولا، اجتمعت اللجنة العامة وقررت إرسال وفد إلى الأخ عبد الرب منصور هادي، وذلك للاستفسار عن ما نقل إلينا من مجلس الأمن حول أن هناك شكاوي من صنعاء تطالب إخراج علي عبد الله الصالح من البلد. 1. 2. إقصاء من رئاسة المؤتمر. 3. بعدها نقسم من الحياة. هذا كلها مطالب حزب الإصلاح. يناموا وعلي عبد الله الصالح واقف، يصبحوا الصباح وعلي عبد الله الصالح واقف. طيب، أنا عارف وتحدثوا كثير من الإخوان أنه مش استهداف لي شخصيا، هو استهداف لكل المؤتمرين والمؤتمريات. هو على طريقة ما حصل في العراق لاجتثاث حزب البعث. المؤتمر عنده كوادره وعنده قيادات مجربة، قيادات وطنية مش فاسدة، قيادات إدارية واقتصادية وقانونية وثقافية واجتماعية على مدار 33 عام. لا سحل ولا قتل ولا انتقم من أحد من خصومه أبدا. خليناهم يتكلموا كما يريدوا في إطار الصحافة، في إطار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ما ضاقت سطورنا، هم تضيق سطورهم مجرد أنهم يشوفوا المؤتمرين. كم قرار سطر خلال هذا العام لإقصاء المؤتمريين والمؤتمريات من مناصبهم. هذا ما ضعفناش، زادنا قوة وزادنا صلابة وزادكم تماسكا وزادكم وقوف على أقدامكم. لو كان غيركم لأنهاروا الاستهداف، لأن أنتم لن تركضوا وراء مصالح ولا وراء جاه. أنتم خريجين ومجربين إدارة شؤون الدولة في مختلف المؤسسات. هم هؤلاء قد جربناهم في جنوب الوطن. 1. 2. جربناهم في شمال الوطن، في ائتلاف ثلاثي، في ائتلاف ثنائي. لن يفلحوا على الإطلاق. مش تحامل عليهم، ما عندهم تجربة، عندهم أجندة إقصاء الآخرين من الساحة. هذا العبث الذي حصل في عدن عبث. هذا ضد الوحدة اليمنية وضد أجندتكم الوحدويين في الشمال والجنوب. هذا كله عبث. ماذا تريدون من عدن؟ ماذا تريدون من حضرموت؟ ماذا تريدون من شبوة، من الضالع، من أبين، من لحج؟ اتركوهم، اتركوا الناس خلقوا أحرار مش عبيد لا أحد. المؤتمر الشعبي العام مؤتمر حزب الوسط، وعلى يمينه حزب متطرف، وعلى شماله حزب مستهلك. فهذا هو الذي حصل وهو الذي حاصل. نحن قلنا أرسلنا الوفد إلى عند الأخ عبد الرب منصور هادي لنستفسر من الذي اشتكى لدى مجلس الأمن، وما هي الأشياء الذي يعرقلها علي عبد الله صالح في مجال مؤتمر الحوار. قولوا لنا، طيب وضحوا لنا، نقف مع علي عبد الله صالح ولا ننتقده؟ قولوا لنا ما هي. كذلك أرسلنا وفد، كلفنا عدد من القيادة أنهم يقابلوا سفراء الدول العشر لمناقشة هذا الأمر. من أين لكم هذه التجارب؟ وما هي المحطات الذي يعرقلها علي عبد الله صالح؟ قولوا لنا. هذا تدخل سافر في شؤون البلد الداخلية وفي شؤوننا الحزبية. لا يجوز أن يتدخل حزب في الوطن في
ضد الحزب الآخر، ما تدخلش في هذا، لي نظامي الداخلي ولي لوائحي ولي أجندتي، شو دخلك؟ ليس من حقهم وليس من حقنا، لكن من حقنا لا احنا. وانا اقول حاجتين: انتم ما قد صدقتوش ان انتم معارضه، واحد. اثنين، ما قد صدقوش انهم في السلطه. هم صدقوا انهم في السلطه، ولا انتم صدقتوا انفسكم ان انتم في المعارضه. اقلموا انفسكم على المعارضه، ويجب ان نفتح رساله ونقول احنا معارضه. وكان تحدث احد المتحدثين وقال: هل بقاءنا في الحكومه يخدم المؤتمر ويخدم الوطن؟ لا بأس. أو خروجنا أفضل من بقائنا، لأنه يعني إحنا وجودنا في الحكومة مهمش، وجود مهمش، لكن الناس متمسكين بالكراسي. قد سيبنا الكرسي الكبير وهم حاربين بالكرسي الصغير. تخوض الانتخابات القادمة الثلاث المحطات: الرئاسية والبرلمانية والمحلية، ويجب أن تقام هذا الاستحقاق في وقتها، في الوقت المحدد. الذي يتباكوا على الحوار هم الذي يعرقلوا الحوار. لماذا؟ من أجل أن يعودوا يجعلوا من لجنة الحوار مرجعية تحل محل مؤسسات الدولة، محل مؤسسات الدولة البرلمانية والشوروية وغيرها والرئاسية. نعم، هما يعرقلوها، ولكن ما بتقروش ما بين السطور. يجب أن تقرأوا ما بين السطور. لماذا؟ من المؤتمر الذي عرقل؟ نحن الذي دعينا للحوار، نحن الذي دعينا للحوار ونريد الحوار، وتنازلنا عن حق الأغلبية في اللجنة الفنية ولجنة الحوار. تنازلنا خدمة للوطن، وهذا كان استحقاق، لأننا أغلبية. أنا أغلبية في البرلمان، ما زورتش الانتخابات شهد لها العالم، ولا زورنا انتخابات رئاسية شهد لها العالم. إحنا لم ندور الانتخابات، استحونا الكذب، والذي ما يستحي يفعل ما يشتهي. بالعكس، نحن حريصين كل الحرص أن تكون المعارضة شريكا معنا في البرلمان في الحكومة، ودعيناهم قبل الأزمة تعالوا للشراكة معنا. رفضوا، قالوا لا، احنا نشتي ثورة. مجلس الأمن أصدر قرار 2014 و2051 ويقول على ما يحدث في اليمن انها أزمة. المبادرة الخليجية تقول أزمة في اليمن، وآليتها التنفيذية تقول أزمة. استحوا، تخدعوا الجماهير، واحنا يعني أحياء واحنا موجودين. المؤتمر هو مشروع الوحدة الوطنية، الوحدة اليمنية. المؤتمر هو الذي سعى للوحدة وعمل من أجل الوحدة مع زملائي في الحزب الاشتراكي. ما ننكر، والذي ينكر كذاب. نحن سعينا مع زملاء وإخوان وحدويين في الحزب الاشتراكي وحققنا الوحدة. لن نقصيهم، هم أقصوا أنفسهم بأنفسهم بعد حرب صيف 94.